قبل ما تروحي تعملي الليزر في شوية حاجات كده لو عملتيها ممكن تبوظ لك النتيجة. عشان كده في الفيديو ده هقولك تعملي ايه وما تعمليش ايه علشان تحافظي على بشرتك وتاخدي افضل نتيجة ممكنة. عايزاكي الاول تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. هلخصهم في 3 حاجات اساسيه لازم تركزي عليهم قبل ما تروحي الجلسه: ما بتعرضش، ما بحطش، وبحط. اول حاجه، ما تتعرضيش للشمس على الاقل اسبوعين قبل ما تعملي اي جلسه، ولا حتى مصيف ولا حتى تان. تاني حاجه، ما تحطيش اي ريتينويد او احماض مقشره او كيماويات على بشرتك على الاقل اسبوع قبل ما تبداي الجلسات، ولا حتى تحطي ميك اب او اي منتج وانت رايحه اصلا تعملي اول جلسه. تالت حاجه بقى، ان انت تحطي بريدوكاين قبل الجلسه ب 45 دقيقه علشان ما نحسش باي الم، وممكن تاخدي كمان مضاد هيستامين بعد الجلسه عشان نقلل الالتهاب. بعد الجلسه بقى لازم تعاملي بشرتك على انها بيبي لسه مولود، ولازم تستمري على الروتين ده على الاقل 48 ساعه بعد اي جلسه. وهنلخص الروتين ده في بعمل وما بعملش. هتعملي ايه؟ هتعملي كمادات ميه ساقعه على الاماكن دي كل يوم، وهتستخدمي سان سكرين كل ما تنزلي من بيتكم، وهتبسطي الروتين بتاعك ل3 منتجات بس، منهم طبعا السان سكرين، وغسول يكون بسيط لا فيه احماض مقشره ولا خزعبلات، ومرطب يكون فيه بيبتايد وسيراميد وهيالورونيك اسيد عشان يرطب بعض. طب ما تعمليش ايه؟ ابعدي عن الميه السخنه او اي شاور سخنه، وتعالي على نفسك وما تروحيش الجيم او تعملي اي فيزيكال اكتيفيتي، وبالله عليكي تاني ما تنزليش من بيتكم من غير سان سكرين. قوليلي بقى في الكومنت اذا كان عندك اي سؤال تاني، وما تنسيش السبسكرايب.